ده مصطفى مهدي. هو لسه داخل ثانوية، درجاته أقل من صحابه بكتير. هو مش شايف طريقة إن هو يحقق حلمه. وده برضه مصطفى مهدي بعد 5 سنين خلص الثانوية الأول على مدرسته. دلوقتي هو في رابع سنة هندسة في أمريكا. كل ده عشان مؤمن بنفسه، وأنا عارف القصة دي كويس. اهلا فيك، انا مصطفى مهدي. الفيديو ده مش من قناة سوبيريور مصطفى كالعادة، الفيديو ده من قناة حفيد ابراهيم الفقي. صاحب القناة استاذ مصطفى تاني غيري، اتفرج على فيديوهاتي وشاف ان في شبه بين قصتي وقصة استاذ ابراهيم الفقي، وطلب مني اني اصور فيديو. طبعا اداني فرصة كبيرة لان انا هطلع قدام جمهور اكبر من جمهوري بكتير. انا جاي هنا احكي قصتي وقصة ابراهيم الفقي، والهدف مش مقارنة. استاذ ابراهيم الفقي عالم كبير، انا لسه في بدايتي. الفيديو ده معمول عشان يلهمك انت، عشان تلاقي شبه بينك وبين اي شخص ناجح، لان كل واحد فينا عنده قصة نجاح بس لسه ما اتكتبتش. الفشل يصنع النجاح، والنجاح لا يأتي إلا من رحم المعاناة. أنا كنت طالب عادي ولدرجة أقل من العادي. أنا كنت مع أصحابي مستواي مش أحسن حاجة. فأنا لما كنت داخل على آخر سنة ثانوية عامة كنت عارف إن ده مصيري، كنت عارف إن ده اللي هيحدد أنا هبقى إيه طول حياتي. مش عشان أخوف الناس اللي في ثانوية عامة، دي الصورة إن الثانوية العامة هي اللي تحدد أنت هتعمل إيه. فعملت إيه؟ جبت ورقة رسمت عليها كل شخص مهم بالنسبة لي، وكتبت أنا ليه هجيب 100%. وبعد ما أخدت الموضوع بجدية، مع أن أنا كنت طالب عادي وزي ما قلت أقل من العادي، طلعت الأول على مدرستي. لا تنتظر الفرصة بل اصنعها بنفسك. وده ما كانش كفاية. انا والدي كان عايزني اروح الجيش. شوف انت هتلاقي في ناس كتير شبه مش عايزة يروح الجيش، وبرضه مش عايز اروح جامعة في مصر. جامعة في مصر مش هتوصلني للي انا محتاجه. انا عايز اوصل للعالمية، انا عايز اوصل فوق. بدأت ادور وادور 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 وادور، وكل ده اثناء اختبارات الثانوية العامة. فكان الموضوع ضغط مش طبيعي. بس بعدين قدرت، وصلت لأمريكا تخصص هندسة، وده كانت حاجة كبيرة قوي. بس دي مش نهاية القصة، دي في الحقيقة بداية القصة. اللي ما تعرفوش أنا رحت أمريكا بعد ما خلصت الثانوية العامة على طول، وكان عندي 17 سنة. دي بداية المشاكل الحقيقية، دي بداية التحديات. طيب انت بتحلم ان انت توصل امريكا، بس عارف ايه اللي ممكن يحصل لك؟ انا رحت هناك عندي 17 سنة، معناها ما اقدرش اطلع بنك. معناها ما اقدرش اشتري خط. والمسافات في امريكا، وطبعا اللي بيتفرج في قناتي عارف، مش نفس مصر في مواصلات عامة، مش نفس الكويت، الدولة صغيرة تقدر تروح اي حد ببساطة. دولة مبنية على قارة، مساحات عشان توصل لاي حاجه. انت محتاج سياره عشان تروح البقاله. غير كده انا كان الانجليزي بتاعي ممتاز احسن ما يمكن. كنت عمري ما بنقص في الانجليزي حتى وانا طالب عادي. بس الانجليزي في الولايات المتحده بحاجه تانية خالص. فانا كنت اقدر افهم اي حد يكلمني، بس ما اقدرش ارد عليه. ودي كانت مشكله. وكل موادي بالانجليزي، ومواد هندسه مواد صعبه بجد. فكان قدامي تحديات كتير، بس لازم اعديها. إن لم تضف شيئا إلى الحياة فأنت زائد عليها. أستاذ إبراهيم الفقي اتولد في 1950 في الإسكندرية. كان عنده 9 أشقاء. والدته ربة منزل وأبوه موظف حكومي. فهو ما كانش عنده حاجة يعني. حصلت حاجة في حياته بينت له ان هو بالاصرار يقدر يعمل اي حاجة. كان بيلاقي متعة كبيرة قوي في تنس الطاولة، كان بيستمتع باللعبة، وكان شايف نفسه يقدر يبقى حاجة. هو في باله كان دايما انا لو حاولت هقدر ابقى حاجة. فعرف يوصل لنهائيات تنس الطاولة في المانيا ومثل مصر. وده اثبت له ان هو بالاصرار يقدر يعمل اي حاجة. الناجحون يبدأون خطوات صغيرة لكنهم لا يتوقفون. فانا لما وصلت لهنا انا الانجليزي بتاعي سيء. طيب هعمل ايه عشان اتعلم؟ طبعا انا برضو بحل المشاكل دي في قناتي على اليوتيوب. اللي عايز يروح الرابط اول حاجه في الوصف. اللي عملته يا طوال العمر، كنت بروح وسط المدينه بعيد عن الجامعه، وكنت اتوه. كنت افضل امشي وما معيش انترنت. ودي مش اذكى حاجه يعني، ده مش ذكاء مني، دي حاجه انا ببص برضو بقول يعني في طرق احسن. بس انا كنت بعمل كده ليه؟ اجبر نفسي
ان انا اروح لناس في الشارع واحط كام كلمة انجليزي على بعض، اقول لهم where can I get to the university, where can I get to the dorms، وهم يردوا عليا بالانجليزي برضه يقولوا لي take the street left right، روح هنا روح هنا روح هنا، فهيجبرني ان انا اتكلم. وعقلي عارف الدنيا هتليل ومش هتعرف ترجع، لان في امريكا الدنيا لما تليل فعلا ما بيبقاش في حد في الشارع، فبيحط عقلك فانا لازم اتعلم ولازم افهم. فكنت اعمل كده واكتر من مره وفي اكتر من حته لغايه ما الموضوع عندي سهل جدا ان انا اتكلم. وفي نفس الوقت بدات اعمل صداقات، لان الصداقات دي اهم حاجه، دي اللي هتوصلك اي حته انت محتاجها. انت غني معارفك. بدأت أعرف ناس، ودي كانت برضو تحدي، لأن أنت بتعرف ناس ما لهمش أي علاقة بيك، يعني ما تفرجوش على نفس الأفلام اللي أنت اتفرجت عليها وأنت صغير، ما لعبوش نفس الألعاب، ما كبروش نفسك، ما كانوش مش نفسك، هما مش نفسك. الصداقة مبنية على الروابط، فأنت لو مش بينكم حاجات مشتركة هتبقوا صحاب إزاي؟ بدأت أستخدم الحاجات اللي كلنا نعرفها، يعني مثلا أنا والدي طول عمره بيحب المصارعة، والمصارعة دلوقتي حتى أدمت في أمريكا، مش كل الناس بتحبها، بس أنا استخدمت ده وعرفت شوية ناس بتحب المصارعة، وعرفت ابني رابط بين الموضوع ده ان انا كنت بتفرج على مصارعة طول عمري. انا كنت بحب مارفل، اتفرجت مارفل مع اختي، اتفرجت على كل الافلام بتاعت مارفل، ففي شويه كانوا بيحبوا مارفل عرفت اتكلم معاهم، ومن هناك عرفت اخلي واحد صاحبي يشتري لي خط تليفون، واحد صاحبي تاني عائلته عرفت تعمل لي بنك وياخدوني اعمل اختبار سوا. وحاليا انا بقول امي الامريكيه ووالدي الامريكي، لان هم امي الامريكيه ووالدي الامريكي، لانهم اعتنوا بيا هنا. كل ده وانا جاي بالصفر، ما اعرفش اي حد، ما اعرفش انجليزي كويس، ما اعرفش اي حاجه. وده اللي حصل للاستاذ ابراهيم الفقي. استاذ ابراهيم الفقي بعد ما اتجوز راح كندا بيدور على حياه جديده، بس الموضوع ما كانش سهل. اهو رحت كندا، ايه الموضوع؟ حتى الدره يقول لك ما بحبش الدره. المهم راح وبدأ يغسل صحون في فندق، وهو قال مقولة مشهورة لي: أنا كنت بغسل صحون في فندق بس في دماغي أنا مدير الفندق. وفضل يتعب ويتعب. وافضل حاجه في دول اللي بره، انا الفيديو ده باين عليه تحفيز ان انت تسافر بره، بس هو مش كده. احسن حاجه في دول بره ان المجتهد، كل مجتهد النصيب. استاذ ابراهيم الفقي فضل يبقى افضل وافضل وافضل لغايه ما فعلا بقى مدير الفندق. دي حاجه رهيبه في الموضوع. فبس انا دلوقتي رحت من ان انا كنت طالب اقل من العادي، كان مستقبلي ان انا هدخل اخرتك تخش كلية البهايم، ما عنديش مستقبل، بس لاني قررت ان انا اتغير في لحظة، وان انا اركز اكتر، وان انا احط اهدافي قدامي دايما ابص عليها وانا جاي اذاكر وانا جاي انام وانا جاي رايح المدرسة، اغير مستقبلي. وبقى دلوقتي في امريكا في سنة رابعة هندسة، باخد 3 تخصصات هندسة، عندي GPA عالي، بلعب رياضة وانا الافضل في مش الافضل يعني، بس انا اكتر واحد ببيع، انا اكتر واحد بجيب مشاهدات في الملاكمه، اللي برضه اللي شايف قناتي هيعرف. انا عايز اقول لك انت عندك قصه نجاح لسه ما اتكتبتش، وهتقدر توصل. لكل مجتهد النصيب، دي مش بس حاجه بتتقال، انت جهدك مش هيروح في حته. لو انت مجتهد هتوصل. ده وعد مني، وده وعد ابراهيم الفقي قال. يعطيكم العافيه. انا فرحان قوي ان انا كنت ضيف في القناه دي، وانا زي ما قلت لك عندك قصه نجاح، فاطلع بره روح اعملها.